رسالة بوجهها من هذا المكان، الله يسامحك يابا. اقسم بالله الله يسامحك، ظلمتني. بس اتصل بيه اكلمه خلصان. الو ايه يابا؟ انا زياد. بقول لك يابا، بقول لك احنا على الهوا وبكلمك، احنا في برنامج. ها قاعد يشتم عليك وقاعد يدعي عليك يا حاج. ما اقدرش. انا قلت ابويا كان السبب ان انا ما غنيتش في الاوبرا. حصل يابا ولا ما حصلش؟ يعني هتبقى فنان الجامعه؟ يابا انا عند الجامعه دلوقتي وبعمل لقاء. يا حاج عمال يقول الله. انا دلوقتي جالي فرصه ان انا اغني. موافق يابا؟ موافق يا طب الحمد لله ماشي اهو. انا سمعت امي وجدي والعيله كلها. طب انا سمعني وقاعدين جنبي عمك عزام وعمك فيضه. بجد والله؟ انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما اقدرش اسيبك تتقل ساكت يا حبيبي ليه قولي يا بابا بصراحة ومشاعرك ليا سيبها بالامانة يا عم عزام. يا عم عزام، يا عم عزام تاني يا عم. لا مؤاخذة يا عم عزام. يا عم الحاج ربنا معاك يا رب يابا ادعي لي، ادعي لي يا عم عزام. وعمك رضا اهو. والنبي يا عم رضا ادعي لي يا عم رضا. من امك وابوك. والله يابا في عينيا هشيلك هطلعك عمرك. خلي بالك من امك وابوك يا عم. في عينيا يابا، في عينيا. بس غني يا رب يا رب. وازاي انا اعيش لو مش وياك مش قادر انساك. ممكن اقول حاجه؟ عم سمير بجد يعني عمي اخو ابويا بجد، هو قاعد يدربني كتير 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 على الحاجات دي، على اغاني. هو اصلا صراحة صوته احلى من صوتك. تسمعني في اغنيه تاني؟ ليه صراحة بغني كلاسيك وبغني هادي. هو مع ثواني بس لف بس كده. اللي اكتشفني ثواني واحدة هو اول حد الصراحه عمي سمير. خلاص ما تقفرش يا انا عم. بقول لك يعني عشان هو اصلا تسمعني انا في موسيقار الاغنيه يعني. وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية وما فيش فيها مكان. وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية وما فيش فيها مكان. وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية وما فيش فيها مكان. وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية وما فيش فيها مكان. وقالوا عليك ان انت عنيكي. انا عندي بالامانه عالمي وحياة ابوك ربنا يوفقك. خلاص يا عم. يما اقسم بالله كله بدعواتك يا مسلم. ورساله الى حمو بيكا كزبره حنجره. اي حد بيغني انا نفسي اغني يا جدعان بالله عليكم. نفسي امي تفرح بيا. انا فشلت في التعليم. اولا انا كان عندي امتحانات ولسه مخلص النهارده. والله يعلم ربنا يمكن ماده واحده اللي انا نجحت فيها. امين. فنفسي انجح في حاجه تاني وان شاء الله اكون سبب من عند الراجل ده باذن واحد احد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.